مساء الأكشن يا أبطال، يلا بينا. تخيل معايا مدرس جديد يدخل أسوأ فصل في المدرسة، فصل مليان طلبة مشاغبين، ناس نايمة، ناس بتلعب جيمز، وناس بتطبخ نودلز جوه الفصل. أي مدرس طبيعي كان هيمشي في نفس اللحظة، لكن المدرس ده مختلف. المدرس ده كان جندي سابق في الجيش الأمريكي، وراجع المدرسة علشان يبدأ حياة جديدة. لكن اللي محدش كان متوقعه إن المدرس ده مش بس هيغير الطلبة، لأ، ده كمان هيحارب عصابات وهيخاطر بحياته علشان ينقذهم. ازاي مدرس واحد قدر يغير أسوأ فصل في المدرسة، وازاي ماضيه رجع يطارده بعد سنين؟ بتبدأ القصة مع هنري البطل الصيني اللي بيرجع هونج كونج بعد سنين بيقضيها في الجيش الأمريكي. هنري كان راجع ودماغه رايقة وبيفكر يبدأ حياته من جديد، وبيقرر يشتغل حاجة عكس شغله القديم. علشان كده بيقرر يبقى مدرس، وبيروح على مدرسته القديمة ثانوية. وهناك بيقابل المدير بيبص له وبيقول له بمنتهى صراحة: بص يا هنري يا ابني، انت ما عندكش خبرة في التدريس، علشان كده مش هينفع اقبلك. وبعدين هو بالمزاج: لا يا حبيبي، لازم يكون عندك الخبرة الكافية. لكن الكلام ده ما بيتقالش لهنري يا صديقي اللي مش جاي على الفاضي، وبيطلع جواب توصية جامد من مسؤول كبير. وطبعا المدير بيديله الشغل على طول من غير نقاش. وقبل ما هنري يمشي، المدير بيقول له كده كلمة سريعة: خلي بالك، الفصل اللي هتدرس له ده أسوأ فصل عندنا في المدرسة كلها. وبيكون قصده يبعتوا الفصل المشاغبين علشان يطفشوا. وتاني يوم الصبح بدري هنري بيخش الفصل بكل هدوء وثقة، بس أول ما بيبص حواليه بيحصل له صدمة. الفصل بيبقى فوضى بمعنى الكلمة، طلبة نايمين، ناس بتغني، وناس غرقانة في ألعاب الفيديو، وكم واحد مولعين البوتاجاز الصغير وبيطبخوا نودلز، وحاجة آخر عظمة صديقي. لحظتها هنري بيقف محتار، وبعدين بيحاول يشد انتباههم، بس مفيش حد بيبص له، والطلبة بيتعاملوا معاه كأنه مش موجود أساسا. بيكلمهم ولا كأنهم سامعينه، بس بدل ما يتعصب أو يزعق بيفكر بحكمة، وبيقرر يعمل حاجة مختلفة. وبيمشي وسطيهم وبيبتدي يتكلم معاهم عن اللي بيعملوه من غير ما يزعق أو يفرض نفسه. بيروح للي بيطبخوا وبيقول لهم بكل هدوء: خفوا شوية من الملح، الصوديوم فيه كتير وهيضركم. وبعدين بيقرب من ولد اسمه زوفا ماسك آلة عزف وبيساعده يعزف. وبيروح كمان لولد قاعد بيلعب وبيقول له بالراحة كده: القعدة قدام الشاشة طول اليوم هتبوظ لك عينيك. ساعتها الطلبة بيبتدوا يسمعوا له شوية، وهنري بيستغل اللحظة وبيعرفهم باسمه، وبيكتب اسمه ورقم تليفونه على السبورة. لكن الطلبة أول ما بيشوفوا خطه بيضحكوا بصوت عالي على الخط البشع ده، وفعلا خطه وحش. وبعدين واحد بيرن عليه وهو في نفس الفصل وبيقول له: امشي بقى. بس هنري بيضحك وبيعدي الموقف ده بخفة دم. بس بمجرد ما الحصة تخلص الطلبة بيرجعوا يتجاهلوا هنري تاني، وكل واحد فيهم بيرجع للي كان بيعمله قبل ما المدرس يدخل، كأن مفيش حاجة حصلت. وهنا هنري بيزهق وبيقرر ياخد خطوة جريئة، بس بمجرد ما بيجي يكمل الحصة بيشد أستيكة وعليها تباشيرة وبيضربها ناحية السقف، وبيفعل نظام الرش الماء اللي فوق. المية بتبتدي تترش في كل حتة، والطلبة بيجروا في كل اتجاه علشان يبعدوا عن البلل. واللي ما كانش بيسمعوا دلوقتي عينيهم عليه مركزين معاه بالكامل. ساعتها هنري بيبتسم وبيقول لهم: أهلا بيكم في الفصل بتاعي. بعد الحصة صديقي بنشوف مجموعة من أسوأ الطلبة في المدرسة، 5 كده لمين على بعض بيجتمعوا في أوضة المعدات الرياضية وبيقعدوا يشربوا سجاير بعيد عن العيون. زعيم الشلة اسمه جاك، وبيكون معجب ببنت متفوقة من فصل تاني، واحدة كده من الأوائل. باقي الشلة بيلقطوها وهو بيبص لصورتها وبيقعدوا يهزروا ويتريقوا. بس الشلة ديت ليها عداوة قديمة مع مجموعة من أولاد الأغنياء والمدلعين اللي بيلعبوا في فريق الباسكت بتاع المدرسة. العيال بتوع الباسكت بيدخلوا أوضة المعدات وبيبتدوا يتريقوا على جاك كالعادة، وبيفكروا إنه فقير وإنه مش من المستوى بتاعهم. بعدها بشوية فريق الباسكت بيبقى بيتمرن، وجاك وشلته واقفين مش بعيد بيتفرجوا عليهم. جاك بيقلب إزازة على أرضية الملعب، والقائد بتاع فريق الباسكت بيتزحلق وبيقع. الشلة بتضحك عليه، بس العقاب بيجي بسرعة. ميس لانج مدرسة الإنجليزي بتشوفهم وبتعاقبهم إنهم يكتبوا قوانين المدرسة 30,000 مرة، بس بدل ما ينفذوا بيخططوا مقلب. بيستنوا لحد ما الميس بتبقى مشغولة بتنظيف المكتبة وبيلعبوا عليها لعبة صغيرة، وبيحطوا لها دودة حية في الورق وبيجروا من غير ما تاخد بالها. والنتيجة يا صديقي بتكون كارثة. وفي نفس الوقت المدير بيبقى متوتر جدا، لأن مجلس المدرسة بيهددهم إنه هيسحب 20 من الميزانية السنة دي. أعضاء من المجلس بتيجي تزور المدرسة وبتعمل جولة تفتيش علشان يشوفوا الفلوس بتتصرف على إيه بالظبط. وساعتها بيجي مشهد مهم: هنري داخل الفصل والطلبة محضرين له مقلب تاني، حاطين جردل مية فوق الباب ومستنيينه يدخل علشان يقع عليه. بس رد فعل هنري بيبقى أسرع من الجردل نفسه، أول ما بيحس بيه بيرد بسرعة قبل ما المية تنزل. الطلبة اللي كانوا مستنيين يضحكوا بيتفاجئوا وبيسكتوا، لأن المدرس ده مش سهل زي ما كانوا متخيلين. تاني يوم الصبح هنري بيقرب من جاك في الفصل وبيقول له بهدوء: هات علبة السجاير اللي معاك يا جاك. فجاك بيبص له مستغرب، بس بيسلمه العلبة من غير نقاش، وبيكون مستني يشوف المدرس ناوي يعمل ايه.
هنري اللي بعدها بيبص على زوفا وبيقول له قول لي كده ايه هم الثلاث مكونات الرئيسيه اللي موجودين في السجاير، والولد بيركز وبيجاوب صح. وساعتها هنري بيقول له براحتك بقى النهارده يا معلم، انت اجازه ومش هتحضر الحصه. لحظتها اللي في الفصل بيتجننوا، الكل بيخبط على الديسكات وكل واحد بيزهق انه عاوز يسيب الحصه هو كمان. فهنري بيهديهم وبعدين بيعمل حاجه اغرب، بيدي كل واحد فيهم سيجاره، والطلبه بتتصدم بس بيمسكوا السجاير وهم مش فاهمين هو بيعمل كده ليه. هنري عارف انه لو اتكلم عن اضرار السجاير بالطريقه التقليديه محدش هيهتم، فبيغير الطريقه وبيقول لهم يحللوا السجاير اللي معاهم. بيسالهم يا ترى ايه اللي بيحصل لما حد بيدخن، وبيبتدي يشرح بطريقه مبسطه ازاي القطران بيبتدي يتراكم جوه الرئه وبيأذي الجسم من جوه. المفاجأة الطلبة لأول مرة بيركزوا مع المدرس، مش بس سايبينه يتكلم، لا يا صديقي دول مهتمين فعلا وبيسألوه. وفجأة الجرس بيرن وهنري بيطلب منهم يرجعوا السجاير، والطلبة بيتضايقوا شوية بس في الآخر بيرجعوها وكأنهم بدأوا يحترموه من غير ما يحسوا. بس اليوم ده يا صديقي لسه مخلصش. في الكانتين كابتن فريق الباسكت بيعمل حركة حقيرة، بيشد رجل بروس واحد من أصحاب جاك، وده بيخلي خناقة كبيرة تحصل ما بين المجموعتين. الكلام بيتحول لدفع، والكلام بيتحول لرمية أكل وترابيزات، والكانتين كلها بتتقلب ساحة معركة. وفي الآخر المدرسة بتبلغ هنري إن 5 طلاب من فصله تم وقفهم مؤقتا عن المدرسة. يوم الخناقة هنري بيشوف جاك بيتخانق مع واحد من الطلبة في الممر، بيجري ناحيتهم وبيفصلهم بسرعة وبيحاول يهديهم، بس جاك بيزعق فيه وبيقول له بغضب ليه بتقول لي أهدى، الغلط مش علينا، أولاد الأغنياء دولت محدش بيكلمهم وإحنا دايما اللي بنتعاقب. الكلام ده بيعشش في دماغ هنري، بيروح بعد المدرسة يقعد في مكتبه ويفتح ملفات ال5 طلاب اللي توقفوا، بيقرر يعرف كل واحد فيهم بجد مش بس كأرقام في سجل. أول واحد بيبص عليه وهو زوفا، بيكتشف إنه ابن مهاجر باكستاني، والولد عايش دايما تحت ضغط عنصرية من الناس ومن الشرطة، كل شوية يتهمه بالسرقة لمجرد إنه شكله مختلف. الولد كان نفسه يبقى موسيقار، كل اللي بيعمله طول اليوم إنه بيعزف وبيغني علشان يهرب من الواقع اللي بيعيشه. بعدين بيفتح ملف دينان، بنت شكلها قوية بس جواها جرح كبير، أبوها من يوم ما اتولدت وهو مش قابلها لأنه كان عاوز ولد. البنت طول عمرها بتحاول تكسب احترامه، قصت شعره ولعبت بعربيات ولبست لبس الأولاد علشان تقنعه إن هي زي الولد، بس كل ده ما فرقش. الراجل شايف أخوها الأصغر أمير وهي ولا حاجة. وبعدين بيجي دور بروس وكريس، إخوات اتحرموا بدري، أمهم سابتهم وهربت مع راجل تاني وسابتهم مع أبوهم اللي بقى مدمن خمرة من ساعتها. من يوميها بقى الإخوات ملهمش غير بعض. بروس هرب من الحياة لجوه الألعاب الفيديو، عايش في عالم افتراضي، أما كريس نزل يشتغل في سوبر ماركت من وهو صغير علشان يجيب فلوس لأسرته. لكن لما بيجي دور جاك هنري ما بيلاقيش أي حاجة، ولا ملف ولا معلومة ولا حتى عنوان بيته. الولد غامض يا صديقي. وفي المشهد اللي بعده بنشوف جاك بيشتغل برسون في مطعم، لابس زيه وبيتحرك بسرعة بين الترابيزات وهو شغال. بيجي واحد اسمه جيان، راجل بيراهن على ماتشات قتالات MMA، وداخل معاه شلته من رجال البيزنس، شكلهم تقال ومش نضاف خالص. جاك وهو شغال في المطعم بيلاحظ قدام جيان الراجل التقيل اللي بيراهن في ماتشات MMA بيكون قدامه ولاعة غالية شكلها عجبه، فجاك بيستغل اللحظة لأن الراجل مش واخد باله وبياخد الولاعة في هدوء. بس الحظ ما بيضحكلوش، جيان بيلاحظه ورجالته بيمسكوه وبيضربوه ضرب محترم، وبعدها بيفتشوه في جيبه وبيلاقوا بطاقته. ولما بيعرفوا انه لسه طالب فجيان بيسيب له شوية فلوس وبيقول له ما تيجي تشتغل معايا يا ابني توصل اكل وهكذا. في مكان تاني هنري بيروح يزور زوفا في بيته، بس اول ما بيوصل بيلاقيه بيجري هربان من ابوه والناس اللي معاه. هنري بيساعده في الاول من غير ما يعرف الحقيقة، بس بعد ما بيكتشف ان هو سارق تذكرة بيتضايق وبياخد في صف الاب مش في صفه هو. بس بدل ما يسيبه ويمشي بياخده يروق دماغه وبيروحوا يقعدوا على الكورنيش مع بعض. هناك بيحاول يديله طاقة ايجابية وبيقرر يعمل حاجة مجنونة، بيقرب من فرقة بتغني في الشارع وبيغني معاهم بصوته قدام الناس كلها. المشهد بيكون عفوي بس فيه رسالة واضحة. بعدها بثواني زوفا بيتشجع وبيطلع يغني هو كمان، ودي بتكون أول مرة يقف قدام الناس ويغني بعد سنين من التنمر اللي حصل له في المدرسة. في نفس الوقت في مشهد تاني بروس وكريس بيرجعوا البيت، بيلاقوا أبوهم لسه راجع متأخر زي كل مرة وتعبان من الخمرة يا صديقي. الراجل ما بيطلبش منهم حاجة واحدة، هاتوا لنا البيرة من المحل. ولما الولاد بيرفضوا الأب بيقوم وبيزعق فيهم وبيقول لهم بأعلى صوته اطلعوا بره بيتي يا حواش. تاني يوم هنري بيروح يقابل أبو بروس وكريس وبيقعد معاهم بهدوء وبيكلموا من القلب صديقي، وبيقنعوا إن هو لازم يدخل مركز علاج الإدمان مش علشانه هو لكن علشان ولاده اللي بيحبوه حتى لو ده مش باين. وفي نفس الوقت دينان بتكون في البيت وفجأة أبوها بيجي وبيديها شنطة مليانة ميك اب وبيقول لها بمنتهى السطحية حاولي تتصرفي كأنك بنت مرة واحدة بس. الكلام ده بيجرحها من جوه، بتحس ان هي مهما عملت عمره ما هيشوفها كفاية. وفي لحظة غضب بتحط الميك اب كله على وش اخوها الصغير وبتمسك مفاتيح العربية وبتهرب بيها. وقبل ما تسوق وتتهور هنري بيظهر في اخر لحظة وبيوقفها وبيقول لها بمنتهى الهدوء اللي بتعمليه ده مخالف يا هانم، وانتي اصلا تستاهلي حاجة احسن من كده. وبدل ما يزعق او يمنعها بيقترح عليها حل تاني، بياخدها على
على حلبة السباق، وبيقنع أبوها يجي كمان، وبيخليهم يسابقوا بعض وش لوش. يمكن السباق يكون فرصة يتقربوا فيها من غير كلام. يا صديقي السباق بيكون مولع، الاتنين مش بيرحموا بعض، وكل واحد فيهم عايز يكسب بأي تمن. بس اللعبة بتخرج عن السيطرة، والعربيات بتخرج بره المسار. فجأة عربية ديان بتخبط في عربية تانية، بس هي بتتفاداها في آخر لحظة. أبوها بيشوف الحادثة من بعيد وبيفتكرها إن هي ماتت، فبينهار وبيصرخ وبيعيط كأنه فقد أغلى حاجة عنده. لكن لما بيشوفها عايشة بيجري عليها، وساعتها ديان بتحس لأول مرة إن الراجل ده بيحبها بجد، حتى لو عمره ما عارف يعبر عن كده. والبنت بتحضنه من غير كلام، لحظة صادقة بترجع حاجة كانت ضايعة بينهم من سنين. تاني يوم في المدرسة، بروس وكريس وبيكون معاهم شوية طلبة بيروحوا يعملوا مقابلة مع شخص بيتعالج من الإدمان في مركز تأهيل. اللي بيصدمهم بقى الراجل اللي بيقابلوه، وبيطلع أبوهم. بيبدأ يحكي لهم حياته من غير ما يقول إنهم ولاده. بيقول إن هو حب مراته حب كبير، لكن لما سابته وهو في أسوأ حالاته انهار وبدأ يشرب وينسى إن هو عنده طفلين محتاجين ليه. في الآخر بيبص لهم وبيعتذر، مش كأب يا صديقي، لكنه كإنسان ندمان. وبروس وكريس بيسمعوه، وسكوتهم بيتحول لعياط. الدموع بتنزل مش بس من الحزن لكن من الغفران. وفي ناحية تانية، جاك فعلا بدأ يشتغل مع جان. الراجل بيعرض عليه مبلغ محترم، وبيقول له في الماتش اللي جاي حط مخدر في مشروب المقاتل. جاك بيبقى متردد، لكن بيتحط تحت ضغط وبيضطر يوافق. يوم الماتش جان بيكون بيشجع مقاتل معين، لكن بيراهن ان هو هيخسر. جاك بقى بيقرب من المشروب وبيحط المخدر فعلا، بس وهو بيعمل كده بيتكشف، فبيمسكوه قبل ما يقدر يقول حاجة، وبيضربوه وبيحبسوه جوه لوكر حديدي. شوية وهنري بيوصل المكان وبيسأل اللي هناك عن جاك، فالرجالة بتحاول تطرده، لكن فجأة الواد بيطلع صوت من جوه اللوكر: الحقوني الحقوني. وأول ما هنري بيفهم ان الواد محبوس بيولع وبيخش عليهم زي الوحش، وبيضرب فيهم شمال في يمين، وده عندك وده عندي، وبيقعد يضرب فيهم واحد ورا التاني من غير رحمة، وبيكون عليه حبة حركات بنت لذينة. المقاتلين بيدخلوا المكان والدنيا بتسخن فجأة، لكن هنري بيتفادى ضرباتهم بخفة وسرعة، وفي الآخر بيفاجئ الكل وبيوقع أقوى واحد فيهم اللي أصلا كان المفروض بيتنافس بعد دقائق. المشهد اللي بعده بيكون في المستشفى. هنري بيتعالج من الإصابات اللي خدها، وجاك بيحاول يقول لهنري الحقيقة عن جان، بس بيتسكت غصب عنه. وفي نفس الوقت الخبر بيوصل للتلفزيون، وهنا بيبقى معروف ان الراجل اللي ضرب مقاتل محترف علشان ينقذ الطالب بتاعه شهرته بتزيد جوه المدرسة، والطلبة بدأوا يحترموه، وبعد ما كانوا بيتجاهلوه بقوا بيقوموا ويستقبلوه أول ما يدخل الفصل. صديقي وبعدين بنرجع فلاش باك بيورينا ايام هنري في المدرسه. كان شقي جدا وبيحب المقالب، لدرجه انه في مره بيرمي بالونات ميه على طالب كان بيعزف قدام اولياء الامور في حفله، وبعدها بيتخانق مع نفس طالب وبيكسر له ايده، وبيتوقف عن المدرسه بسبب اللي حصل، وبيضطر يسافر امريكا بعدها. ومن اللحظة دي الطلبة بيبتدوا يسمعوا كلامه وبيفهموا الدروس وبيذاكروا بجد علشان امتحان قبول الجامعة اللي خلاص بقى على الأبواب. كل حاجة بتمشي تمام التمام إلا بروس، بيدخل في طريق سواد وبيبقى مدمن حبوب. واللي حصل إن كريس لما بيهرب من مشاكل أهله بيدخل في عالم الفيديو جيمز، لكن بروس بيقع في المخدرات وتركيزه بيبقى شبه معدوم وبيسقط في امتحانه التجريبي. فهنري بيوعده إن هو هيساعده، لكن حالته بتسوء أكتر وبيغرق في الاكتئاب لحد ما في الآخر بينط من بلكونة البيت وبينتحر. بروس بيتنقل بسرعة على المستشفى وبيدخل في غيبوبة، وساعتها الإعلام بيقلب الحقائق وبيقول إن المدرسة وهنري هم السبب في اللي حصل له. المسؤولين من وزارة التعليم بيحققوا مع هنري، وفي الآخر بياخدوا قرار بسحب رخصته التدريس منه. وهنري بعد ما بيجمع حاجاته وبيمشي من المدرسة، الطلبة بيجروا وراه وهم بيصرخوا وبيطلبوا منه يفضل معاهم. بيبقوا مكسورين من جواهم، بس عارفين إنهم لازم ينجحوا في الامتحان اللي جاي علشان يرفعوا راس مهدوب. من اليوم ده كلهم بيغيروا روتينهم وبيسيبوا الفشل وبيبتدوا يذاكروا ويجتهدوا علشان يثبتوا للوزارة إن هنري مدرس محترم وكفء. بيجي يوم الامتحان وجاك مع زمايله بيجيب لهم رسالة من هنري بيطلبهم يقابلوهم في المدرسة قبل الامتحان بساعة، وفعلا كلهم بيجتمعوا، لكن بيتفاجئوا إن دي كانت خطة من جان اللي حبسهم جوه المدرسة علشان ما يلحقوش يوصلوا للجنة، وبيكون بيحاول يعاقب هنري بطريقته. لكن بعد شوية هنري بيوصل وبيعرف اللي حصل، بيحرر الطلبة بعد ما بيدخل في قتال مع رجالة جان علشان يمنعهم من ان هم يضربوا الأولاد. الطلبة بيهربوا وبيجروا بأقصى سرعتهم ناحية لجنة الامتحان، وساعتها بيبتدي القتال ما بين هنري وجان. وهم بيتخانقوا جان بيكشف الحقيقة الصدمة، بيقول لهنري ان هو الواد اللي زمان رمى عليه بالونات مية وهو بيعزف بيانو، ومن يوميها وبعد ما هنري كسر دراعه ما قدرش يشارك في مسابقة موسيقية كبيرة وحلمه اتكسر، وبيقول انه ما لمسش بيانو من ساعتها، وبيحمل هنري الذنب كله. فهنري بيحاول يهديه ويتفاهم معاه، لكن جان بيرجع يهجم عليه تاني.
القتال بيشتد وبيتحول لصراع على سكينة، والاتنين بيلفوا حواليها كأنها كنز مدفون. وفي الآخر هنري بيمسك السكينة وقدامه فرصة يخلص على جان، بس لأ، بيفكر وبياخد نفس، وفجأة بيطعنوا بيها نفسه وبيكسله وبيقول له كل هدوء: أنا آسف على اللي عملته زمان، وبيمشي على الناحية التانية. الطلبة بيوصلوا للجنة على آخر لحظة، بيدخلوا وبيكملوا الامتحان كأن مفيش حاجة حصلت. وبصراحة كده بعد اللي شافوه دول يستاهلوا ميداليات مش درجات. بيمر كام أسبوع وبتظهر النتيجة، وحرفيا الفصل كله مفيش حد سقط، كلهم بينجحوا بدرجات جامدة وحاجة آخر عظمة. جان كمان بيرجع يعزف بيانو تاني، بس لسه الطريق طويل. أهو الراجل يشكر بدأ من جديد، بس المرة دي من غير عقدة الطفولة. أما بروس فبيتعافى بسرعة وبيرجع يقف على رجله، وبيوعد إنه هيقدم في الامتحان السنة الجاية. والمدير بقى بيكون طاير من السعادة، لأن الوزارة بتديهم 20 زيادة من التمويل علشان الطلبة جابوا نتائج خرافية. وأخيرا صديقي، المدرسة كسبت الجولة. أما هنري فبيرجع للتدريس من جديد، والكل بيهيص وبيكونوا فرحانين جدا. وفي النهاية يا صديقي، الطلبة اللي كانوا أسوأ فصل في المدرسة بقوا من أنجح طلبة فيها. مش بس نجحوا في الامتحان، لكن كمان اتغيرت حياتهم بالكامل، واكتشفوا إن في أوقات كتير شخص واحد بس ممكن يغير مصيرك كله. أما هنري فبعد كل اللي حصل رجع للتدريس من جديد، لكن المرة دي الطلبة أول ما يشوفوه يقفوا احتراما للمدرس اللي غير حياتهم. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو حبيت القصة ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تشوف ملخصات أفلام أقوى جاية. سلام يا أبطال.